السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد كيك يومي، مذاق الليمون، كيجي ما شاء الله. دابا ان شاء الله ندوز معكم المقادير. هنايا خديت اناء، عملت فيه 4 البيضات. انا عندي مول كبير ما شاء الله، درت 4 البيضات. غنضيف واحد الكيس ديال الفاني، غنضيف واحد الرشيشه ديال الملحه ضروري هكا لتصحيح الذوق. غنضيف كاس الا ربع ديال السكر سنيده، يعني كيبقى حسب الذوق. كتبغيوها حلوه كتزيدوا السكر، كتبغيوها ناقصه شويه كديروا نص كاس حتى الكاس الا ربع، راه كتجيب حلاوه مزيانه. صافي هنايا غادي نخلط هكا بالميكسور. ممكن ديروا غير الخلاط العادي تخلطوا به. غادي نطرب البيض مزيان مع السكر حتى كيذوب ليا السكر. هنا عندي كاس الا ربع ديال الزيت. غادي نخلطو مزيان. كما تشوفوا بعد ما خلطت البيض مزيان مع الزيت مع السكر حتى كيولي الخليط هكا اللون ديالو ابيض، ضفت كاس ديال الحليب. وهنايا عندي كاس ديال الليمون، غير الليمون المنظرين ما شاء الله دابا راه هو موجود. صافي وكنخلط مزيان المكونات وكنبدا نضيف هكا الدقيق. انا كنغربلو بهاد الطريقه هادي، كنبقاو نضيفو الدقيق بشويه بشويه. ما شاء الله دابا الليمون موجود هكا نعملو به بحال هاد الوصفات كثارين ما شاء الله ورخيص، ما غاليش بزاف. كنبقى هكا كنضيف. ضفت الكاس الاول، هنا ضفت الكاس الثاني. انا هنايا كما قلت لكم راه عندي مول كبير، درت المقادير على قد المول اللي عندي. بالنسبه للخليط ديال الكيك ما كيكونش خفيف وما كيكونش ثقيل، ما كيكونش ثقيل. فاش كنخلطوا الكيك ديالنا مزيان هكا كنشكلوا رقم 8. صافي كنعرفوا الخليط راه هو هذاك. هنايا عندي نص كاس، كنبقى نضيف هكا بشويه بشويه حتى كنحصل على الخليط ديال الكيك كما قلت لكم، يكون ما خفيف ما ثقيل. هذا هو الشكل ديال الخليط كما كتشوفوا اخواتي. فاش كنهزو هكا ما كيهبط هكا خيط، ما كيتقطعش، نعرفوا الكيك راه هو ناجح معنا. هنايا خديت عصير ديال ليمونه حامضه باش هكا تعطينا المذاق الزوين في هذا الكيك. عصرت ليمونه، حكيت القشره ديالها وعصرتها. هنا ضفت العصير وغادي نضيف حتى القشره ديال الليمونه حامضه. كتجي واحد الكيكه هكا منسمه، كيجي فيها مذاق الليمون والحامض. يا سلام كتجي زوينه بزاف. صافي غادي نخلط هاد الليمون مع الكيك، مع الخليط ديال الكيك. وغادي نضيف 3 الخمارات حمرين. حيت عندي مول كبير انا درت 3 الخمارات، اللي عنده المول صغير هو كينقص المقادير كيدير 2 خمارات. بالنسبه للمول راني خديته ودهنته هكا بالزبده ورشيته بالدقيق وعملته هكا في المجمد. هنايا غادي نضيف 3 الخمارات. نضيف الخماره الاولى،
كندير الخمارة الثانية، وكندير الخمارة الثالثة، وكندير القليل من الخل، تقريبا واحد المعلقة صغيرة ديال الخل، هكا باش تجينا الكيكة هكا مفشفشة ورطبة. صافي، وكنخلطو الخمارات ديالنا مزيان مع الخليط. وغادي نجيب المول ديالي اللي انا دهنته من قبل، باش هكا نفرغو فيه الخليط ديال الكيك ديالنا. بالنسبه للكيك انا كندخلو الفران هو بارد، ما كيكونش سخون، حتى كندخل الكيك عاد كنشعل الفران. صافي، بعد ما خلطت المكونات كلهم مع بعضهم، الخميره كنخلطوها مزيان مع الخليط. هذا هو الخليط ديالنا، كيجي هكا ما خفيف ما ثقيل، باش هكا الكيك ديالنا يجي معنا خفيف، ما يجيش هكا ناشف. إلا كترنا الدقيق كيجي واحد الكيك اللي ناشف بزاف، ولا خلينا العجين تاني خفيف بزاف يقدر هكا فاش يطيب لينا الكيك كيعاود يهبط، ما كيجيش زوين. ضروري من هكا نخليو العجين هو هذاك. هنايا راني خديت المول اللي دهنتو قلت لكم مزيان مزيان بالزبده، ورشيتو بالدقيق، حيت ضروري هاد الشكل هذا كيبغي يتدهن مزيان. انا واخا دهنتو ضروري لصق ليا واحد شويه، هانتوما غتشوفوا معايا. صافي، وكنفرغ الخليط ديالنا كما كتشوفوا، كنهزو ايدينا الفوق باش داك الهواء كله كيخرج من العجين. صافي، كنحاولوا هكا كنضربوا المول مع سطح العمل باش هادوك الفقاعات اللي كيكونوا كلهم يتحيدوا ما كيبقاوش. وكندخلوا الكيك ديالنا حتى كيطيب ان شاء الله. بعد ما يطيب ليا الكيك ونرجع معكم ان شاء الله. هذا هو الكيك، هنايا قلبته في الطبسيل كما كتشوفوا، لصق ليا واحد شويه، لكن معليش غادي نحيد هذاك شويه، غادي نعاود نرجعو لبلاصتو. واخا دهنتو مزيان مزيان، هاد الشكل هذا كيكون صعيب، لابد ما تنسيش شويه هكا، ما كيوصلوش الدقيق ولا الزبده. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، ما شاء الله كيجي واحد الكيك اللي زوين بزاف ورطب وهكا ومنكه هكا بالمذق ديال الليمون وديال الحامض. كنقول لكم شكرا لكم بزاف اخواتي اخواني على المشاهده والمتابعه ديالكم. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج فضلا وليس امرا، وفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.